يا هلا. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل برنامج بسيط تو دو ليست. الهدف من الفيديو ده نعرف اللوجيك ماشي ازاي. مش هنستخدم اي حاجه جديده او اي باكج. كل الفانكشن اللي هنعملها ازاي نضيف او نحذف. هنتعلم اللوجيك بتاع التو دو عموما، ولو حابين نزود في فيديو تاني ونستخدم الشيرد بريفرنس بحيث ان احنا نخزن التاسكات دي لوكال على الجهاز، تقولي في الكومنتات وهنستخدم الشيرد بريفرنس. يلا نبدا. اول حاجه هنكريت بروجكت جديد، نحذف الكومنت ده وده ودول مش هنحتاجهم. تمام. هنا في حاجه اسمها scaffold background color، ونديها colors dot gray، ونديله opacity. تعالوا نكريت سكرين للهوم نسميها to do screen مثلا stateful to do screen. الخط ده عشان احنا مش ضايفين السكافولد. في البادي مثلا نديله كولوم، وهنا الاب بار نديله اب بار، سيبه فاضي دلوقتي. ده اللون اللي احنا حددناه وده الديفولت بتاع الاب بار. في الاب بار نديله تايتل ياخد تكست نسميه تو دو ليست، وعنده باك جراوند كلر هديله اللون ده. تمام. الكولوم نحطه في بادنج عشان نسيب مساحة من كل السكرين من على كل الجوانب. نخليها 16 عشان تبقى زي الابليكيشن اللي شفتوه بالظبط. تمام. في الكولوم اول حاجة هنضيف التكست فيلد children، بعدين تكست فيلد هنلاقي عنده كنترولر. تعالوا نكريت الكنترولر، نقول له فاينل تكست editing كنترولر، ونقول تاسك كنترولر equal text editing controller، وبعدين سيمي كولون. تمام. ننزل تحت بقى نبص الكنترولر، بعدين عنده ستايل تكست ستايل، بعدين color دوت وايت. عنده برضو الديكوريشن input ديكوريشن هنلاقي فيها الهنت ستايل ده هو التكست اللي بيكون مكتوب الديفولت اللي مكتوب جوه التكست فيلد، زي اللي بتشوفه اكتب الايميل او اكتب الباسورد. هنا بنقول له اكتب التاسك، نقول له تكست ستايل وبعدين كلر، وناخد نفس الكلر ده. ليبل تكست انتر يور تاسك. البوردر بياخد اوتلاين انبوت بوردر، بعدين البوردر سايد نديله البوردر سايد كلر، نديله نفس الكلر. وهنا عايز كونست ماشي، وهنا كونست ماشي، هنا كونست. بعدين فوكس بوردر نديله نفس البوردر كده. تمام. هنا هتلاقي اللون مختلف. طيب نخليه الليبل ستايل ونديله نفس اللون ده تكست ستايل وكلر وبعدين اللون كده. تمام. نكمل كده. خلصنا التكست فيلد سايز بوكس هايت 10، وبعدين elevated بوتون دي الأومبريست هنسيبها دلوقتي. التشايلد تكست اد تاسك، بعدها ستايل elevated بوتون دوت ستايل فروم. الباك جراوند كلر نديله تيل اكسنت، هنديله نفس اللون اللي بنستخدمه. بعدين الفور جراوند كلر نديله بلاك كلرز دوت بلاك. تمام كده. تعالوا نخفي علامة الضباج دي
نروح على الماتيريال ونكتب debug show checked mode banner، نخليها بفولس. هوت ريلود اللي اتشالت، وعايزين بقى نكمل في الاد تاسك. هنا المفروض في فانكشن بنكتبها بتعمل اد للتاسك، نسميها اد تاسك. طبعا احنا لسه مش عاملينها، تعالوا نكريتها. احنا نديها التاسك بتاعتنا اللي هي السترنج، وهو هيخزنها. هل هترجع لنا حاجه؟ مش هترجع. يبقى void add task. هل احنا هنخزن تاسك واحده ونعرضها وخلاص كده؟ لا، يبقى احنا هنخزنهم في ليست. يبقى تعالى الاول نعمل الليست. ليست نوعها ايه؟ نخليها ماب من string و dynamic، ونسميها tasks equal square brackets، وكده list من map string و dynamic. يبقى احنا عملناها list عشان خاطر عندنا اكتر من تاسك. طب ليه عملناها ماب؟ عشان احنا مش مطلوب مننا نخزن التكست بس، زي ما شفنا في اول الفيديو عن التودو دي. احنا عاوزين نعلم اذا كانت اتعملت او لا. الماب بتسمح لنا نخزن كي وفاليو، فاحنا لما هنخزن التاسك عايزين نخزن معاها هي اتعملت ولا لا. فعشان كده استخدمنا الماب، مش مجرد تكست هنخزنه بس. تعالوا بقى نستخدمها. هنقول له التاسكس اللي هي الليست اللي احنا لسه عاملينها دوت اد تاسك، وهنقول له تاسك كنترولر دوت تكست، وعنده completed الديفولت بتاعتها بفولس، اللي هي كأنها ما اتعملتش. ايه التاسك وايه completed؟ التاسك هي اللي احنا كتبناها، completed اللي هي الديفولت بتاعها فولس، يعني هي ما اتعملتش. دي الكي بتاعت اذا كانت المهمة دي اتنفذت ولا لا. تعالوا بقى نفكر مع بعض. احنا ضفنا التاسك، عايزين اول ما ندخل التاسك بتاعتنا نبني السكرين من الاول، نحطها جوه set state عشان نكريت السكرين من الاول. ليه اكريت السكرين من الاول؟ عشان اظهرها هنا. ما هو انت لو خزنت التكست او التاسك هي هتتخزن فعلا، بس مش هتظهر هنا في نفس الوقت. ليه؟ احنا ما بنيناش السكرين من الاول. تمام، عشان كده استخدمنا set state. طيب المفروض بعد ما ندخل التاسك، عشان لو هندخل تاسك تاني صفر تكست فيلد ده او نرجعه لوضعه الاول اللي هو ما كانه ما فيش داتا اصلا، يبقى نقول له ايه؟ تاسك كنترولر دوت كلير. تمام. اخر حاجه بقى للاد تاسك ان احنا ما ننفذش كل ده لو كانت التكست فيلد دي فاضيه. لازم تكون مليانه. اكيد مش هخليه، مش هسمح له انه يخزن تاسك فاضيه. يبقى ناخد دول كلهم كده كات، ونكتب اف تاسك كنترولر دوت تكست دوت از نوت empty. لو مش فاضيه نفذ لي كل ده. طيب احنا هنا هنعرض التاسكات بتاعتنا، فاحنا عشان ناخد باقي السكرين هنستخدم expanded، عندها child، ودي نخليها تاخد list view دوت builder. نديله الاول الايتم count. الايتم count ده العدد. طبعا العدد انت عرفت هنجيبها منين؟ التاسكس، مش احنا مخزنينها في ليست اسمها تاسكس دوت length. تمام. وفي الايتم builder هنديها context، والاندكس return كارد. كارد دي ويدجت، دي اللي شفناها في اول الفيديو، تقدر ترجع تشوفها تاني. الكالر colors دوت جراي، وهنا 850. نديها elevation ب2، ومارجن edge insets دوت symmetric vertical ب5. المارجن عشان نسيب مسافة بين التاسك والتانية. بعديها آخر حاجة التشايلد، هنديها list style عنده leading، وفي التشيك بوكس value. الفاليو هنديها tasks واندكس، وهنا completed. يعني هنأكسس التاسكس، الليست بتاع التاسكس بالاندكس
طب الاندكس ده جبناه منين؟ ده اللي هنا الايتم بيلدر عندها اندكس عداد هو فيها اصلا، يعني هيبدأ من زيرو ويكمل. وفي الفاليو بتاعه التشيك بوكس هي الكومبليتد دي بوليان فاريبل، فاحنا دي هنا هيجي دور ان احنا نحدد اذا كانت التاسك دي اتعملت ولا لا. اون changed تاخد فاليو، بعدين في الفاليو هننادي على توجل تاسك completion. تمام. هتقول لي ده في ايرور، ما هو دي لسه ما كريتناش. دي الاندكس. تعالوا نكريت الفانكشن دي. دي الفانكشن المسؤولة عن اذا كانت المهمة دي اتنفذت ولا لا، ولو علمناها كده تبقى اتنفذت. تعالوا ننفذها. هل هترجع لنا حاجة؟ لا، يبقى void ونفس الاسم. طبعا خدت مننا index، نسميه index انا كاتبها غلط. بليش. تمام. تعالوا نديله صح هنا كده. تمام. نقول له set state، ودي عرفنا وظيفتها ايه. tasks index كذا، هنأكسس completed اعكسها لي بقى. يعني لو هي بترو خليها بفولس، ولو هي بفولس خليها بترو. كده خلصنا الفانكشن التانية. اخر حاجة في التشيك بوكس حاجة اسمها الاكتيف color colors دوت الاكسنت، نديلها مثلا 400. الا لو انت انا جايبها بس من باليت اللي هو مستخدمها مع بعض، انت ممكن تختار باليت معينة وتشتغل بيها عادي. تعالوا بقى نشتغل على التاسك نفسها اللي هنعرضها. هنديلها تايتل، جوه التايتل نديها تكست، وجوه التكست هنعرض التاسك بتاعتنا. يبقى تاسكس للاندكس كذا. هنعرض ايه من الاندكس؟ من الماب هنعرض ايه؟ هنعرض التاسك. احنا استخدمنا هنا الكومبليتد اذا كانت هي كومبليتد او لا. هنا بقى هنعرض التاسك. ستايل تكست، ستايل color colors دوت وايت 70 مثلا. تمام. وعنده decoration tasks index completed. لو هنا بقى في الديكوريشن هنديله التاسك لو هي completed، يعني الكومبليتد دي بترو، هنخليها text decoration دوت لاين ثرو، يعني هنشطب عليها ما هي بترو يعني اتنفذت. طيب غير كده هنخليها text decoration دوت none. كده تمام. تعالوا نجرب كده. كده بقى لنا نحذف التاسك، بس تعالوا نجربها. نقول مثلا جيم، نقول له اد تاسك، هنلاقيها تمام. ولو علمنا عليها هتلاقيها اتشطبت، ولو لغيناها هتلاقيها كده رجعت لوضعها الطبيعي ان هي ما اتنفذتش. تعالوا بقى نضيف اننا نحذفها. في الليست تايل تريلينج ايكون بوتون ايكون ايكونز دوت ديليت، ونخلي لونها مثلا احمر. colors دوت red accent. زعلان ليه؟ المفروض ده ايكون ماشي. وهنا الكالر المفروض تديها color. تمام. والاون بريزد المفروض ننفذ فانكشن هنا نسميها مثلا delete task، ونبعت لها الاندكس بتاع التاسك اللي هنحذفها. تعالوا نكريت الفانكشن دي. void delete task بتاخد int index tasks دوت remove at، وبعتنا لها الاندكس. كده تمام. ناقص بس نحط هنا set state عشان لما نحذفها تتحذف من هنا على طول. يبقى set state. كده تمام. حط ريلود هتلاقيها ظهرت، ولما ندوس هتلاقيها اتشالت.